السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. مجلة نزلت الجديدة، مش هتلاقوا على حد على اليوتيوب غير عندنا إن شاء الله. أول حد ينزلها. آم، رحلات الشتاء 23 والعروض، واحنا دايما بننزل لكم كل حاجة مع شركة الرفع. ما تنسوش اللايك والاشتراك للقناة، ودايما يا رب منورين القناة كده يا رب. وشكرا لكل الناس اللي بتعلق وتكتب تعليقات، ودايما يا رب في تقدم. اول حاجه نقول عليها رحله اهل كايرو، دي ب100 جنيه. الاسكندريه 140، بورسعيد 140، وادي الريان 160، وسانت كريت سانت تريز محطة سانت تريز دي اللي بنركب منها اللي بنروح الشركة. وجنوب جنوب سيناء ب700. احنا هنقول لكم الرحلات اللي احنا هنقول عليها. والأقصر وأسوان دي ب2050. وطبعا سيوة 4 أيام ب1900. طبعا احنا عاملين لكل فيديو، لكل رحلة عاملين فيديوهات. الرحلة اللي انت عايزها هتلاقي اللينك بتاعها، الفيديو بتاعها في التعليقات وكده. طبعا مرسى مطروح 24، الناس اللي بتروح تحجز السنة الجاية. الأسعار بتبدأ من 2000 للشقق في 6 أيام، شاملة طبعا الذهاب والعودة والباص. برج الأحلام ده على البحر على طول، ده قريب من شارع اسكندرية. وبرج الشافعي، وفي بيت العز، وفي برج الرياض، وفي برج الزهراء. طبعا جميع الشقق دي بتبقى فيها انتريه وسفرة وشاشة وريسيفر وتلاجة وبوتاجاز وسخان ومطبخ وغسالة ومروحة وتكييفات. شقق 2 غرفة بتبقى 5 أفراد، شقق 3 غرفة دي بتبقى 7 أفراد. وده طبعا محطة سانت تريزا اللي بقولكوا عليها لو حد عايز يروح، أو في محطة فيصل. ده بقى فندق دوما، ده كنا عملنا عليه فيديو. فندق دوما ده على البحر على طول، كل الشقق بتبص على البحر. الأسعار شاملة فطار وغدا والانتقالات وكمان الشاطئ ليه شاطئ خاص. الفندق ليه شاطئ خاص بالكراسي والشمسية. رحلات اليوم الواحد لإسكندرية 140، دي بتطلع من سانت تريز الساعة 6:30، شاملة الذهاب وعودة، والباصات مكيفة، زيارة القلعة، ودخول للشاطئ ده اختياري. جولة حرة بقى، خالد بن الوليد بيسيبك طول اليوم، يجي ياخدك على الساعة 6. طبعا اسكندرية في الشتا طبعا جميلة جدا، ولازم بقى لما تروح تدب من ألبان سويسرا وتأكل كبدة الفلاح، وتروح تلف في خالد بن الوليد، جميلة بصراحة. بورسعيد برضو 140، بتتحرك الساعة 6:30، والرجوع الساعة 6. باصات برضو مكيفة، بيوديك وتركب معدية وتروح بور فؤاد، تشوف المدينة البيوت الفرنسية، وبعدين بتشوف جبل الملح، وبيرجعك تاني. وطبعا بقى لازم ما تروح هناك، تروح السوق التجاري وسوق البالة وسوق السمك وحديقة في الريال والمسلة، طبعا جميلة جدا. وادي الريان، وادي الريان بتطلع في أكتوبر ونوفمبر وديسمبر كل يوم. الساعة 6:30 وصول المحمية، وبعد كده بنروح الشلالات، تقضي وقت جميل جدا. وبعد كده بتركب فلوكة في البحيرة الكبرى بتاعت وادي الريان، بحيرة قارون. وبعد كده بيبقى فيه تزحلق على الرمال، وبيبقى فيه بقى شاي على الفحم وكده، طلعناها برضه عاملين ليها فيديو جميل أوي. للوقت السخنة، الناس بقى اللي بتحب تطلع بحر وكده، دي ب200. والريف العربي دي شاملة برضو الفطار، دي الريف العربي 340، وللكراسي 250، ومن غير يعني من غير بدون كرسي ب225. أفريكانو بارك 300، برضو عاملين عليها فيديو. أفريكانو بارك واسكندرية جميلة جدا بصراحة. وطبعا الأطفال بتحب جدا عشان بتبقى بتخش الحديقة نفسها.
بتبقى جميلة جدا ان انت تخش حديقة مفتوحة، حديقة حيوان مفتوحة، دي طبعا أول حديقة في مصر، ودخول بيت الطيور، ونشوف بقى بغبغان، ورحلة نهارية بجد جميلة جدا، وإن شاء الله نعمل لكم فيديو عليها تاني إن شاء الله. الإسماعيلية دي ب150 برضه في طرف الباص، ودخول شاطئ الفيروز، وجميلة جدا بصراحة. ده رحلات فندق الغردقة، الغرفة المزدوجة 1700، اللي هي الغرفة الفردي 2750، والطفل بتحسب ب1000. رحلات برضو شرم الشيخ، كل التواريخ بتاعتها، بس عايز والأسعار. شرم الشيخ برضو رحلات يومية على طول. والأقصر طبعا السعر بتاعها بيختلف. الأقصر طبعا زيارة معبد الكرنك وزيارة معبد الأقصر، وطبعا في استراحة في الفندق، وفي طبعا زيارة جزيرة الموز، ودي رحلة الغردقة 750. وهنا رحلة شرم، رحلة دهب، 400 سانت كريت. ميامي باسكندرية 375. ماشي سانت كاترين عشان خاطر هنطلعها السنة دي، وجنوب سيناء. دي ليلتين، الرحلة دي يوم 26/10. دي الرحلة اللي كله كان كاتب عايز يعرفها سعرها كام، 2250. ودي رحلة واحد سيوة. هنزل لكم بقى الأسعار بتاعت المجلة والعروض اللي هي عاملينها كلها. يا رب الفيديو يعجبكم، ما تنسوش اللايك والاشتراك، ودايما يا رب منورين القناة كده يا رب، ودايما مع